تطاول الليبراليين على الثوابت هو موضوع ساعة حوار. ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بن سعود البشر، فأهلا بكم جميعا. مرحبا يا دكتور. اسمح لي سأرجع 3 نقاط مهمة تحدث عنها الدكتور فهد العجلان، سأرجئها لأنها ضمن محاوري بعد قليل بإذن الله. كنا وعدنا الإخوة بعض الأمثلة لديك، تفضل. نعم، أنا أقول بعض الاستشهادات من الدراسات التي بين يدي. حديثهم عن التشكيك في الإسلام كمنهج للحياة. يقول سلسلة طويلة من الحلقات الخرافية تحكم المجتمع باسم الدين في السعودية طبعا. الصراع القائم اليوم بين الخرافة وبين المتنورين في البلد يديره المتمصلحون من الخرافة بشعار الدفاع عن الدين. طبعا أنت لا ترغب في ذكر أسماء. لا الأسماء موجودة لمن نعم، الأسماء موجودة لمن سأتحدث عنها أيضا. طيب. يقول نعم، يقول أحد الكتاب: لم يعد ممكنا استمرار التصور عن الله، لا بد من مراجعته، نقده، الشك به، تطوير تصور جديد يلائم وعين الإنسان الجديد حتى يبقى الله في حياتنا. إيش هذا سعودي؟ نعم. يقول الآخر: بالمناسبة يا دكتور، بعض هؤلاء أوقح من الكفار، بعض هؤلاء السعوديين أوقح من الكفار، والله نصوص موجودة يعني تقديرا وإجلالا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أقرأها. أنا أستغرب كيف حتى يعني استطعنا أن نثبتها. وقح إلى درجة لا تتصور أن هذا عاش في بلد الإسلام. يقول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم محمد ووصفه، قال: أباح التنكيل بأقارب الكفار من المسلمين بل وقتلهم ما دام في ذلك انتصار الإسلام. بالمناسبة عندما أقول أن محمد كذا وصفه وصفا أعوذ بالله، فليست بذلك أشتم. كل من قرأ سيرته يعلم أن أفعاله وأقواله تنطوي على منتهى هذه العبارة الوقحة جدا. أعوذ بالله. نعم. هذا في صحف. نعم، في صحفنا أعوذ بالله. أعوذ بالله. في أيضا يقول الانتحار أمر طبيعي. النبي عليه السلام نفسه حاول الانتحار بعد جفاف الوحي، وينسبون هذا إلى صحيح البخاري. يقول: أنا من أتباع الفرقة الناجية، جميعهم في النار ما عدا أنا، فاتبعوني يحببكم الله. فأحدهم يقول: بدأ البذيئون في تويتر بالدعاء لي بالهداية والجنة بعد أن عجزوا عن الانتصار بالشتائم، اللهم أني أدخلتهم جنتك فاجعلني خالدا في النار. يعني مصطلحات الحقيقة أنا أقدمها إلى جهات إذا أرادت أن تطلع عليها، لكن أن يصدر هذا من أبناء المملكة ثم ينشر في وسائل الإعلام، وفيه يعني قرأنا وواجهنا الحملة التي كانت ضد النبي صلى الله عليه وسلم في الرسوم المسيئة في الدنمارك وهولندا، لكن ما كتبه بعض السعوديين يعني أحقر وشيء قليل بالنسبة لما كتبه هؤلاء الكفار، لأن أولئك يعني يعتقدون عن جهالة ربما، لكن هؤلاء عن عداوة ويستعدون المسلمين، وهم يعني يحملون النفس أسماءنا. طيب في دكتور باقي نقطة مهمة صحيح، يعني الحقيقة قضية العلماء هم ما طبعا هذه الدراسة اللي أنا نقلت منها هي دراسة باسم تجاوزات فكر الإلحاد على الذات الإلهية ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة من 54 صفحة أعدها 9 من أساتذة الجامعات والمثقفين. هذه من الإعلام الجديد ولا الصحافة؟ لا، أو خليط؟ لا هذه خليط وفي الرواية أيضا، بالرواية في الرواية. طيب. لا، في الصحافة والإعلام الجديد والرواية، كل ما نشره هؤلاء مثبت. طيب. أنت للمعروفين تتركون المجاهيل؟ نحن يعني ما كل من أعطته الصحافة. لا أقصد واحد كاتب حاط صورة زي هذا اللي ادعى أنه صحفي. لا النكرات. النكرات هذول لا يعنون بشيء. أي جيد، هذا أهم شيء يعني، لأنه قد يأتي نكرة يشوه صورة يعني. دكتور، الدراسات الأربع الموجودة عندي الآن وغيرها لناس معروفين كلها تدور حول 16 شخص بس. خلاص هذا سؤال. كلها تدور حول 16 شخص من 2008 إلى يومك هذا، إلى أن يشاء الله. طيب. المخالفات الصحفية، وهذا يعطينا أيضا بعد آخر، أنه عمل ممنهج. عمل ممنهج، والمقصود به هو إشاعة البلبلة في هذا المجتمع. طبعا لما نجي في دراسة عن دراسة المخالفات الشرعية في الصحافة السعودية، تكلموا طبعا عن ابن تيمية وغيره، لكن العجيب أن هيئة كبار العلماء عندنا وصفت بأنهم تكفيريون.
بأن الأعضاء تكفيريون متشددون تقليديون جامدون متزمتون بعيدون عن فقه الواقع. كل هذه الصفات وردت بأسمائها ونصوصها في صحافتنا السعودية عن هيئة المحلية، عن هيئة كبار العلماء. اتهام الفتوى أنها التي صدرت عنهم بأنها غير مؤصلة، لا تنسجم مع توجهات الدولة، تفتقر إلى الدليل الشرعي. هذا يا دكتور لو تعرف من الذي كتب هذا، كاتب يعني كويتب، يعني ليس له حتى من اسمه نصيب للأسف. طبعا هذا في أو هيئة كبر دكتور في لا مثال سريع جدا لأنه يهمنا الحقيقة مشايخنا تحدثوا في هيئة كبار العلماء غير الأوصاف هذه، وصفوهم بأنهم هيئة كبار المشاغبين، أنها فتاواهم متفلتة وشاطحة، يعني بعضهم حتى يتهمهم بنقص العقل.